السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يواجه المنتخب الجزائري صباح اليوم الخميس ابتداء من الساعة 1 صباحا نظيره منتخب بوليفيا في مباراة ودية أخيرة استعدادا لنهائيات كأس العالم بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. لكن عليك أولا وضع لايك واشتراك في القناة لتصلك جميع أخبار مونديال كأس العالم 2026. ويحتضن ملعب كانساس سيتي الجميع أحداث المباراة، ويخوض المدرب بيتكوفيتش المباراة بالتشكيلة الاحتياطية لتجنب الإصابات قبل مباراة الأرجنتين المرتقبة. ويدخل بيتكوفيتش بهذه التشكيلة: أسامة بنبوط، سمير الشرقي، رامي بن سبعيني، زين الدين بالعيد، رفيق بالغالي، ريان أيت نوري. وفي خط الدفاع، في خط الوسط، نبيل بن طالب، إبراهيم مازا، هشام بوداوي. وفي خط الهجوم فارس شايبي وأمين جويري. ويبحث الجزائريون عن قنوات ناقلة للمباراة، لكن للأسف أعلن التلفزيون الوطني الجزائري أنه لن ينقل المباراة على التلفاز ولن ينقلها على الويب أيضا، بل ستكون مباراة مغلقة بسبب عدم توفر ملعب كانساس على معدات التصوير اللازمة لنقل المباراة تلفزيونيا بشكل يليق بمباراة بحجم منتخب محاربي الصحراء. بالتوفيق للخضرة.